ومن اجمل الوصفات اللي انا عملتها بجد وطلعت خطيره. عملت بالظبط اكل المطاعم الفاست فود اللي احنا بناكله من بره، عملته في البيت واحلى كمان. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. اول حاجه كده هنسلق المكرونه اللي هي الزغنطوطه خالص دي، المقصوصه، مش عارفه انتوا بتسموها ايه، بس هي الصغيره. هنسلقها كده وهسيبها تغلي غلوتين، بعد كده ندفع عليها ونصفيها ونغسلها كويس. تاني حاجه هنجيب الحله ونحط فيها شويه زبده على زيت، شويه زيت صغيرين علشان الزبده ما تتحرقش، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من الدقيق، وهبتدي ان انا اشوحهم بالطريقه دي، احمرهم، وانزل عليهم بقالب من الماجي علشان يدينا طعم وتست حلوه قوي. واول ما احس ان الدقيق اتحمر معانا هنزل عليه بكوبايه من اللبن، وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. ولو عندك جبنه بقى، تشكيله جبنه رومي على شيدر على فلامنك على اي حاجه، اي جبنه عندك حطيها وسيحيها كويس جدا، لازم تسيح كويس جدا. وتبليها بقى بفلفل وكمون، وعندك بصل بودر، توم بودر، حطيه بتبقى طعمها حلو برضو. ما تحطيش طبعا ملح لحد ما تظبطي الملح بتاعها. وهنبتدي نقلب كويس جدا ونتاكد ان الجبنه كلها ساحت، لازم الجبنه كلها تسيح كويس قوي. عايزه اقول لكم بجد الصوص ده كان طعمه خطير، كان طعمه جبنه حلوه قوي بجد، كان طعمه تحفه، لازم تجربيه. وانا عايزه السمك بتاعه يبقى اخف من البشاميل بحاجه بسيطه. وهنزل عليه بقى بالمكرونه بعد ما اتاكد خلاص اللي هو كل حاجه دابت مع بعضها والجبنه كلها ساحت. قطعت بقى سوسيسيه شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبصلايه صغيره، وهبتدي ان انا اشوحهم مع بعض. ونزلت عليهم ببودر الديمي جلاس علشان انا عايزه اعمل صوص تقيل، ونزلت عليهم بشويه فلفل صغيرين، وهبتدي ان انا اقلبهم لحد ما اتاكد ان الصوص خلاص كده تقل معانا وكل حاجه استوت. وجبت درايه وقطعتها كده 4/4 وسلقتها وحطيتها بقى في الزيت، قليتها بعد طبعا ما صفيتها كويس من الميه. ابتديت ان انا اقليها مع الاستريب. ابتدي بقى اطبق الساندوتش. جبت بقى كده 3 ساندوتشات، حطيت فيهم الصوص، اي صوص بقى انت عايزاه او متوفر عندك اعمليه. وحطيت كابوتشا، وواحد حطيت فيه كورل سلو. بجد كانت طعمها خطير قوي الساندوتش ده. عملت 3 ساندوتشات مختلفين، وبجد ال3 طلعوا احلى من بعض. انا اكلت الساندوتشات دي مره بره، فقلت ان انا لازم اجربهم في البيت. وانا الحمد لله لما بدوق اي حاجه بره بحاول ان انا اطبقها في البيت وبتطلع احلى كمان. الحاجه الوحيده اللي انا نفسي اجربها وحاسه ان هي مش هتظبط معايا خالص هو السوشي، لان انا بعشق بجد حاجه اسمها سوشي، واللي بيحبني يهديني باوردر سوشي. بجد بصي هيبقى جوه قلبي كده من جوه. بس هبتدي بقى، حطيت بقى الكابوتشا وحطيت الفراخ والستريبس وحطيت عليهم كاتشب حار. وهبتدي بقى واحد احط عليه الماك اند تشيز دوت، المكرونه اللي بالجبنه اللي احنا عملناها مع بعض. واحد حطيت فيه الكورل سلو، واحد هحط عليه السوسيس بالصوص الديميجلاس. بجد ال3 طلعوا احلى من بعض ويعجبوني جدا. والاكل ده طبعا احنا كلنا بنحبه، بس حاولي ان انت تجددي من اكلك ومطبخك واطباقك. طبعا في الحر اللي احنا فيه دوت الواحد مش قادر اللي هو يقف في المطبخ ويطبخ، فبندور على الاكلات السريعه. الذره بقى بعد ما اتقلت حطيت عليها كده توابل البطاطس. بجد التوابل دي طعمها خطير، بجيبها كده في اكياس صغيره، بتتباع في كل حته، في السوبر ماركات، في العطار، عند العطار. بجد طعمها خطير. وحطيت عليها بقى كاتشب حار. بجد كانت وهم. ايه ده، انتوا عارفين مطعم اسمه وهم بيعملها، بس بجد وحشه جدا، انا ما جربتهاش طبعا، بس الريفيو اللي نازل عليه يعني اللي هي مش حلوه خالص وشاربه زيت. انت بس جربيها بالطريقه اللي انا قلتلك عليها دي، بجد بتبقى خطيره وطعمها حلو قوي. وجددي منها، ما تسلقيهاش كده وتحطيها وخلاص، لا، حاولي ان انت تجددي منها، تحطي عليها صوصات، ممكن تحطي عليها زبده. الفتره اللي جايه هعملك بيها بفليفرات مختلفه وبجد هتعجبك. ولو وصلتي معايا بقى للمرحله دي يا ست الكل يا قمرايه انت، ما تنسيش اللايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس وتكتبي لي كومنت حلو منك يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر واعمل وصفات اكتر واكتر. وهستنى رايكم في التعليقات، وما تبخلوش عليا في اللايك والاشتراك. باي باي.